عمرك سألت نفسك ليه بنجري دايما ورا المتعة اللحظية؟ ليه أول حاجة احنا بنعملها لما بنحس بالملل نفتح الموبايل؟ الحكاية مش مجرد عادة، في حاجة اسمها الدوبامين، وهو السبب اللي خلى حياتنا دايرة لا تنتهي من البحث عن السعادة المؤقتة. فكتاب أمة الدوبامين بيفتح سر السعادة المزيفة وبيقول لنا ازاي نسترجع تحكمنا في حياتنا. الفقرة الأولى في الكتاب ايه هي حكاية الدوبامين ده؟ الدوبامين عامل زي زرار السعادة في المخ، وكل مرة تحقق هدف تفرح شوية المخ بيكافئك بدفعة دوبامين. تمام كده؟ لا، لان بعد اول فرحه المخ بيبدا يطلب اكتر، وكل مره جرعه الدوبامين مش كفايه، وده اللي بيخلينا دايما ندور على الاكتر. فانت عارف لما تعمل حاجه كويسه بس بعد شويه تحس انك عايز تعمل حاجه اعظم، هي ديت بالظبط لعبه الدوبامين. الفقره الثانيه عصر الضغط على الزرار. كل حاجه بقت فوريه، فزمان كنا بنستنى بالساعات علشان نشوف حلقه من مسلسل او نروح السوق علشان نشتري حاجه. دلوقتي كل حاجه بقت بضغط الزرار واحده، تتفرج على مسلسل كامل، تشتري كل حاجه نفسك فيها، كمان تتابع اخبار العالم في لحظه. المشكله ان حياتنا بقت من غير صبر، لو للحظه ملل جت بنهرب بسرعه، وده مأثر على صحتنا النفسيه بشكل مش طبيعي. الفقره الثالثه الثمن اللي احنا بندفعه. الحياه ديت مش ببلاش، احنا بنخلص كل طاقه مخنا وعاطفتنا على الحاجات ديت. بقت في حالات ادمان مش للمخدرات لكن للسوشيال ميديا، الفيديوهات القصيره، التسويق الالكتروني، وكل دوت بيزود القلق والتوتر بدل ما يهدينا. نيجي في اهم فقره في الكتاب دوت وهي الفقره الرابعه، حلول التحرر، ازاي نكسر الحلقه ديت. فالكتاب كان بيقترح شويه خطوات عمليه، زي رقم 1 مثلا الصيام الدوباميني. فكر يوم انك ترتاح فيه من الموبايل، السوشيال، وحتى الكافيين. جرب انك تخلي دماغك كده يرتاح شويه. رقم 2 اعاده التوازن، اعمل حاجات بسيطه انت بتحبها، زي انك تتمشى تمشيه هاديه، او انك تقرا كتاب من غير ضغط، او انك تعمل حاجه مستعجله كان المفروض انك تعملها من فتره. رقم 3 تحديد المعنى، ركز على علاقات واوقات مهمه مع ناس قريبه منك بدل الحاجات اللي بتفضل جوه حياتك مؤقته بس. وفي النهايه صاحب الكتاب بيأكد على ان السعاده بندور عليها، مش موجوده في فيديو 30 ثانيه او في كوبايه قهوه. السعاده بتبان لما نهدى شويه ونعيش حياتنا بعيد عن الضغوط اللي بنحط نفسنا فيها كل يوم. فلو حسيت انك في سباق دايم ورا المتعه اللحظيه، أمة الدوبامين هو المفتاح اللي هيغير نظرتك بالكامل. فاشجعك انك تقراه كله، فخدها مني، مش كل حاجه لازم تبقى سريعه. اوقات الجمال الحقيقي محتاج لشويه صبر. فلو استفدت ما تبخلش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وتستنى الفيديوهات اللي احنا ننزلها اول باول في الفتره اللي جايه. سلام.